السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسين طبعا في فيديو جديد. النهاردة حبيت أتكلم عن 10 عادات صغيرة ممكن تغير حياتك في 2025. العادات ديت هي 10 عادات ممكن تعملهم في 2025 هتغير حياتك، وصدقني هتغير حياتك. أول عادات هي هي من 10 عادات هنقسمهم 3 عادات صباحية و3 عادات يومية و4 عادات ليلية. هنبدأ دلوقتي بالعادات الصباحية. أول حاجة إنك تشرب مية أول ما تصحى، دي أول حاجة لازم تعملها أول ما تصحى. ليه؟ اللي هو جسمك بيبقى في حالة أول ما تصحى بيبقى في حالة جفاف بعد النوم يعني، وبيحصل لك ولما تشرب مية بيتنشط الدورة الدموية وبتحسن طاقتك. تاني حاجة إنك هتحدد 3 أهداف يومية تحققها في اليوم ده. تصحى تجيب ورقة صغيرة أو أي حاجة تكتب عليها 3 حاجات أنت عايز تحققها النهاردة، أو 4 حاجات حسب ما أنت عايز. وكل 5 دقايق يعني قول 3 دقايق هعمل كذا هعمل كذا مثلا، عشان خلاص عشان يبقى يومك منظم وواضح. تالت حاجة إنك تعمل تمارين أو حاجات رياضية مثلا، يعني إنك تمشي، تعمل ضغط، تمارين إطالات. هتفرق أوي إنها تنشط جسمك جامد جامد أوي. خلصنا العادات الصباحية، هنخش في العادات اليومية. أول عادة اللي هي إنك كتابة 3 حاجات أنت ممتن ليها. زي إيه مثلا؟ إنك تقوي التفكير الإيجابي عندك وتخليه تركز على مثلا النعم بدل المشاكل، الحاجات اللي أنا هستفاد منها بدل ما ألعب كذا ويوديني في داهية. أكتب 3 حاجات أنا ممتن ليها. تاني حاجة إن أنا أقرأ 10 صفحات من أي كتاب عاجبك عايز تقرا منه. أنت أكيد مش هتقراه كله في يوم واحد، فهتقرا 10 صفحات مهما كان الكتاب. العادة دي بتوسع أفكارك ومداركك كلها، وبتضيف في دماغك يعني معرفة جديدة يوميا. تالت حاجة إنك هتحدد وقت للديجيتال دوتكس. يعني إيه الديجيتال دوتكس؟ يعني أنت مثلا هتحمل الابليكيشن هسيبهولك في الوصف ده. يعني مثلا هتقفل تليفونك مثلا ساعة ساعتين. الساعة ساعتين دول هتقعد مع عيلتك تكلمهم، ت... تلعب معاهم، يعني مثلا تقعد مع عيلتك وتتفاهم معاهم من غير موبايل ولا أي سوشيال ميديا، واستغل الوقت ده في تفكير وإنك تتكلم مع عيلتك كده وصحابك. ده هو الديجيتال دودكس. في العادات الليلية هم 4 حاجات. هنبدأ بأول واحدة إنك تقيم، يعني بدل ما أنت يعني أول ما أنت خلصت كل ده هتقيم نفسك أنت بقى في عملت إيه في اليوم ده. اسأل نفسك إيه اللي أنت عملته النهاردة وإيه اللي ممكن تعمله أحسن بكرة. ده هيساعدك إنك تطور نفسك باستمرار قوي، ويعني هيخليك تحس بتحسن يوميا يعني. تاني حاجة إنك يعني تحضر اليوم اللي جاي. يعني مثلا أنت عندك بكرة مثلا درس، فأنا مثلا هجيب اللبس ده وهلبسه وهحطه هنا. الكراسة دي هجيبها هحطها هنا. أجهز نفسي عشان مضيعش وقتي أولا، وأخطط اليوم اللي هو اللي بعديه واللي بعديه عشان أبدأ يومي بسهولة، ولا أتعب وأريح نفسي من اللي هيحصل قدام وكده. حاجة إن أحدد وقت إن أنا أرتاح خالص، إن أتأمل وأقرأ كتاب خفيف أو أي حاجة. حتى
اتنفس مع نفسي شوية، وده بيحسن نومك قوي ومزاجك. الحاجة العاشرة يا زميلي هي آخر حاجة، يعني مثلا في اليوم، إنك تنام في ميعاد ثابت. يعني حاول تنام في ميعاد وتصحى في ميعاد عشان ترتاح. يعني بينظم ساعتك البيولوجية إنك تصحى الميعاد ده، ويخلي طاقتك أحسن بكتير. وبس، ده كان فيديو النهاردة. أتمنى يكون يعني حتى جربت هذه العشر عادات دي، وتقول لي هل يومك تغير وتحسن ولا لأ. وقولوا لي انت جربتوا ايه في التعليقات من العشر عادات دي. أتمنى تكونوا جربتوها ويكون حياتكم اتحسنت بسببي. ويعني وصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.